هلو هلو، يصل ويسلم يدا بيد إلى أعداء الإبيديورا. الأم وزوجها من ألطف الناس وأكثرهم أدبا وذوق وكل حاجة. كنت محظوظة بمتابعتهم ومشاركة سعيهم للحمل لحد ما ربنا أكرمني وكنت سبب في حدوث الحمل. عشان كده البيبي ده غالي عليا قوي من أول يوم في حمله. بحس إن أنا حب من طرف ثالث كده، له بابا وماما وفي حد ثالث كده. حب من طرف ثالث يعني ايه؟ اول مره اسمعها دي. يعني هي بتحب واحد بيحبها وانا راح اقعد معاهم كده. اخر زياره كان امورنا تمام الحمد لله وخلصنا التاسع. قلت لها نتقابل ان شاء الله المره الجايه وانتي بتولدي. بعد ما روحت من عندي على طول بدات معاها علامات الولاده وده كان مسج التبليغ بولادته. لكم ان تتخيلوا انه يعني حتى مستر محمد في السكرتاريه او ده وصفه ليهم او دي طريقه تبليغه ليا انه مدام فلانه بتولد. اقروا معايا كده المسج كان كاتب فيها ايه. ناس كده سبحان الله، يعني الارواح جنود مجندة فعلا. تحس ان في ناس كده الناس كلها بتحبها، ربنا يرزقها القبول كده. كل اللي يقابله يحبه. نزلت متوقعه انها هتبقى لسه بدري قوي بما ان هم تبليغهم كان انه لسه ما انتظمش، لكن هي تعبانه ومش قادره وعايزه قيصري. ده كان توقعي ان انا هروح بقى الاقي لسه ما فتحتش 2 سم ومش عارف ايه واصبري شويه ومش سبحان الله سبحان الله لقيتها فاتحه 8 سم. سبحان الله سبحان الله. لما رحت لقيت فحصها مبشر جدا والراس متوجهه بشكل ممتاز، فعرضت عليها ناخد الابيتيورال كتقليل للالم اللي مخليها او اكتر من مخليها هي كانت هاديه وجميله والله، مخلي زوجها مش متحمل يشوفها في الوجع ده. وعشان كده طلب حتى لو هنولد قيصري انا عايزه تولد دلوقتي على طول. لما عرضت عليها الابيتيورال كان ردها اللي تشوفيه حاجه في منتهى الادب والاخلاق العاليه وحاجه جميله كده انا بحبها قوي والله. هيجي حد يقول لي ايه الغريب في كده اما تقول لك اللي تشوفيه؟ هقول لك ادي بعض الامثله اللي غالبا بشوفها لما اعرض الابيتيورال. ممكن واحده تقول لي لا انا قاريه ومركزه وفاهمه حركاتكم دي يا دكاتره النساء سفاحين انتوا، عايزه تديني حقنه الابيتيورال عشان الطلق يقف وتفتحي لي قيصري صح؟ وطب واحده ثانيه بقى تقول لي عايزه تديني حقنه الابيتيورال عشان لما البيبي يقرب تقومي تفتحي لي شق جامد من تحت. احيانا اللي بيرد حد من المرافقين، مامي بقى حماتي مش عارف ايه، لسه فاكره توافقي على الحقنه دلوقتي بعد ايه؟ بعد ما بنتي خدت كل الوجع ده. المهم ان اخدنا السدل، الولاده اتقدمت والحمد لله بقت اسهل وايسر سبحان الله. وده بشوفه كتير جدا انه بعد ما تاخد الابيتيورال اوقات كتير قوي مجرد ما بتريلاكس خالص كده والالم اللي كان متنشنها ده العضلات كلها مشدوده، ده مجرد ما العضلات دي بتريلاكس بلاقي تقدم رهيب جدا. يعني ده شفته بجد في نسبه كبيره جدا من الحالات. مش ده القانون يعني، بس كشغل عمليا ده اللي بشوفه حقيقي. لو كان في تعثر بسبب ان الام شاده نفسها قوي الابيتيورال فعلا بيفك الشده دي. كانت قادره تحزق الحمد لله وقت ما بطلب منها، وقادره توقف الحزق بارادتها جدا. ما فيش الم ضاغطها ومخليها غصب عنها عماله بتحزق بداعي وبدون داعي عشان تتخلص من الوجع ده. صبرنا الحمد لله على خروج الراس حوالي ربع ساعه او تلت ساعه. الطفل اللي كان فيها بيتقدم بحوالي تلت راسه للخارج، يخرج خالص بره الجسم وبعدين يرجع يدخل تاني. ودي فعلا من اكتر الطرق الناجحه اللي بتتجنب جروح منطقه العجين، لان اثناء مرور الراس بعد ما فضل يرخي ويدرب الجلد تقدم وتراجع تقدم وتراجع، وقتها بيبقى الالاستيستي والتمدد بتاع الجلد افضل كتير. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الطفل 3.5 كيلو جرام والام بكريه والولاده تمت بدون جروح اطلاقا ولا حتى خربوش صغير. بعد ما ولدنا كان عندي فضول اعرف هي اكتر حاجه حضرت بيها نفسها ايه الولاده الجميله دي. سالتها كنتي متابعه حاجه معينه، خدتي كورسات معينه، قراتي في مكان معين؟ قالت لي لا خالص، كنت متوكله على الله، بس توكلت على الله وسبتها تيجي زي ما ربنا ما اختار لي. فسبحان الله ده يعني الولاده دي بالذات انا ما بحبش اعمم بتجربه فرديه واقول ده المعتاد. يعني الولاده بالذات ليها مليون الف سيناريو. انا بس ذكرت القصه دي تحديدا عشان نخرج منها بنقطه ان الولاده فطره ربنا خلق عليها كل بنات حواء. مش لازم تكوني بقى متحفزه وجايه وفي دماغك 95 سيناريو ازاي الدكاتره الجزارين دول هينصبوا عليكي ويحولوها قيصريه من غير اي داعي. بالعكس سبحان الله، يمكن مع العدد اللي لا بأس بيه اللي اشتغلته في حياتي كلها ما شفتش واحده متحفزه ومتقمصه دور كرومبو كملت بشكل سلس. والعكس تماما هو الصحيح. ما شفتش واحده عندها بعض الثقه في الله وفي الفريق الطبي اللي هي مختاراه الا ربنا ميسر الامور معاها جدا ما شاء الله.
انا ما بقولش ان الدكاتره كلهم ملائكه بجناحات وان محدش بيغلط وان كل الاسباب اللي اتقالت لكل القيصريات دي اسباب حقيقيه، لكن لو ربنا قدرك او كرمك وعرفتي تثقي في دكتورك او توصلي لدكتور ثقه، انصحك تماما ان انت تريحي اعصابك قدر الامكان. تلخيصا، الابتيورال او حقنه بدون الم مش بعبع ومش مصيبه ومش نصبايه، زيها زي اي اجراء طبي. لو استخدم صح فهو نعمه كبيره ومميزاته كتيره جدا. لو اتاخدت في توقيت غلط بصرف النظر عن فاتحه كام، ولا يعني القواعد الغريبه اللي بتتقال دي، انا فاتحه 4 كده يبقى لازم اخدها حالا، لو فتحت 5 مش عارفه اخدها. مش عارفه بصراحه مين اللي حاطط القوانين العجيبه دي، لكن هي ممكن تتاخد في اي وقت. المهم يتحدد الوقت الصح بناء على تقدم الولاده، الراس في انهي مرحله. لو اخدناها دلوقتي هنأثر تأثير سلبي على الولاده، ولا الاوان اللي هناخدها فيه دلوقتي ان شاء الله هيكون تأثيرها ايجابي اكتر من سلبي. فلو استخدمت صح فهي نعمة كبيرة ومميزاتها كتير. المقصود بالتوقيت الصحيح هو توقيت يسمح بأخذها مع وضع احتمالات تأثيرها على قوة انقباض الرحم في الحسبان. يعني هاخدها وانا عارفة ان مهما كان دكتور التخدير شاطر جدا وهيقدر يستهدف السنسوري، يقدر يستهدف الإحساس بدون التأثير على الموتور، من غير ما يأثر على قوة الانقباضات وقوة الحركة. مهما كانت شطارة دكتور التخدير لكن برضه هيبقى لها تأثير، على الأقل خالص 10-20% تأثير على قوة الانقباضات. فأنا لما أخدها وأنا في عرض قوة الانقباضات تنزل لي الراس العالية قوي دي، أنا كده ضيعت سير الولادة، بوظت الولادة أصلا وعطلتها وتسببت في تحسر. لكن لما تبقى الراس أصلا ما شاء الله خلاص تقدمت والبيبي اتجاهه مظبوط وكل أمورنا كويسة، بصرف النظر عن فتحة كام سنتي، أخذ الابتيورال وقتها وتقليل قوة الانقباضات 10-20% مش هيأثر كتير على سير الولادة. بالعكس هيحسن نقطة ان العضلات قفشه او ضغطه. فنصيحتي ليكي تثقي في الله اولا، تتحري الدقه في اختيارك لفريقك الطبي ثانيا، وبعد كده تحطي اعصابك في ميه البطيخ. مش مطلوب منك تكوني مراقب دولي ومحكم عالمي للتحركات اللي حواليكي، ولا تكرسي مجهودك وذهنك كله في استكشاف النصبايا جايه امتى او النصبايا جايه منين. ذهنك ده وظيفته الوحيده وقت الولاده هي الاستماع لصوت جسمك وتوجيهاته. وفي النهايه stay safe، فوتكم بعافيه.